تاني ورا لسيد معوض، عايز يلعب العرضيه تاني. عبد الظاهر جول، احمد عبد الظاهر جول حلو، جول 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 يا ولد يا لعيب. احمد شكري، احمد شكري الدقيقه 7 الهدف الاول للنادي الاهلي. قطع احمد عبد الظاهر معاه واحمد شكري هو اللي راح ولعبها، والهدف الاول. ادي شوفوا اللعبه، سيد معوض اتعب عرضيه، قطع احمد عبد الظاهر وموي، واحمد شكري هو اللي لعبها، وهدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه 7. تقدم للنادي الاهلي احمد شكري الدقيقه 7 1-0 الهدف الاول. لكن استفاد بيه كبير جدا محمد يوسف، بدا يلعب احمد شكري اساسي من اول استلام احمد يوسف لمحمد يوسف. هي دي مانو هنشوف ما فيهاش حاجه، لكن يبقى اللعبه الثانيه مع ابراهيم يحيى. ضربه جزاء للنادي الاهلي، وليد سليمان وعبد منصف، لكن ما فيش اعتراض، دليل ان فيها لعبه. وليد جول، وليد سليمان، والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 15. وليد سليمان في الدقيقة 15 يجعل الأهلي متقدم 2-0. ضربة جزاء وليد سليمان حاططها بمهارة عالية، والهدف الثاني للنادي الأهلي وليد سليمان. ادي اللعبة، وليد حطها على شمال على يمين منصف اللي اترمى في الناحية الشمال، وهدف ثاني للنادي الأهلي. ضربة جزاء كان جنبها محمود عاشور، ادى القرار، ما كانش فيه عاشور قرار، هنتابعه مع ناصر صادق حكمنا الدولي. قرار ضربة جزاء قراره، ومحمد بركات على اللعبة. بركات خد إذن، داخل بركات، والهدف الثالث محمد بركات، والهدف الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة. تقدم للأهلي من ضربة جزاء، محمد بركات يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي. 3 الأهلي لا شيء. انبي ادي اللعبة، راح منصف في الشمال لعبها له في اليمين، وهدف ثالث للنادي الأهلي محمد بركات. 3 الأهلي لا شيء. انبي تغييرين في انبي، النادي الأهلي ما عملش تغيير، 3 ركنيات كانوا النادي انبي وركنية وحيدة بيجيد ضرب العرضيات، ورؤوف جول. يا جول جول جول، بقول لحضراتكم احمد رؤوف جول، احمد رؤوف هدف جميل جدا في الدقيقه 27. لسه بقول احمد رؤوف، بقول انبي افضل، واحمد رؤوف فعلا في الدقيقه 27 بيسجل الهدف الاول لنادي انبي. ادي كره عمرو الحلواني حلوه، واحمد رؤوف طالع كويس، ناعبها بمهاره عاليه وراكنها في البعيده، ما يقدرش شريف اكرام يعمل لها اي حاجه. هرب خطوه من سعد سمير ومن سيد معوض ولعبها حلوه فعلا مع سيد معوض. يلعب العرضيه، وهدف سيد حمدي. يا ولد وقلع الفانيلا وخد الانذار، لكن ليك حق توج مشواره، عامل مباراة كبيرة جدا سيد حمدي، وهدف رابع للنادي الأهلي بهدف جميل في الدقيقة 29. الدقيقة 29 سيد حمدي، وهدف رابع للأهلي، وياخد انذار، وضع طبيعي، انذار سيد حمدي، لكن طالع سيد معوض عاملها حلوه، طالع هو جيد جدا قبل ابراهيم يحيى، وحاطط كورته بشكل جميل جدا. هدف رابع، هدف يدي الاهلي ثقه. هل هيهبط نادي انبي؟ هنشوف. المباراه في الشوط الثاني في كوره، في اداء انبي. محمد بركات يقدر يجيب جول، جول خامس. يا ولد يا محمد يا بركات، بقول لحضراتكم يقدر يجيب جول. خروج خاطئ لمحمد عبد المنصف، محمد بركات يجيب الجول الخامس للنادي الاهلي، يقدر يجيب جول. بقولها من بدري، ادي اللعبه، ادي المساحه، مفيش تسلل خالص. راح محمد بركات لم المدافع، خرج محمد عبد المنصف خطا، ومحمد بركات قناص، بقول لعيب زئباقي بيجيب القدم اليسرى الهدف الخامس للنادي الاهلي في الدقيقه 43. تقدم للاهلي 5-1. محمد بركات مجهود كبير جدا، ويترك لغز كبير جدا. محمد بركات هيجدد، هيعتزل، الله اعلم، لكن لعيب بكل المقاييس ما زال عنده